يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الدوناتس في البيت بطريقه حلوه قوي. عايزه اقول لكم بكوبايتين دي هنعمل كميه دوناتس فظيعه. يلا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي كوبايه الا ربع لبن. عندي بقى معلقه ونص كبيره سكر. عندي معلقه كبيره خميره. هقلب كده مع بعض كله مع بعض لحد ما الخميره بتاعتي تبدا تتفاعل كده وترتفع معايا. عندي بقى كوبايتين دقيق، رشه ملح، وهقلب الملح كده مع الدقيق. عندي الخميرة خلاص بدأت تتفاعل. عندي بقى بضاية، هنزل بالبضاية، رشة فانيليا، وهنقلب كله بقى مع بعض، ونبدأ بقى نضيفه على الدقيق. عندي بقى الدقيق بتاعي انا مجهزاه وحط عليه رشة الملح بتاعتي. هبدأ انزل باللبن والخميرة، ونفضل بقى نعجن فيه كويس جدا. العجينة بتاعتي هتبقى بتلزق شوية، مفيش مشكلة، هنعجنه شوية. وابدأ بقى عندي معلقة زبدة كبيرة، هبدأ انزل بمعلقة الزبدة، ودي اللي هتساعد ان العجينة تلم معايا وتبقى حلوة قوي. هعجنه تقريبا لمدة 7-8 دقايق كده لحد ما احس ان العجينة بتاعتي بقت حلوة قوي معايا، خفيفة قوي معايا في ايدي. بصوا بقت حلوة قوي وما شاء الله سهلة قوي وبسيطة. العجينة بتلزق حاجة بسيطة، حاجة بسيطة قوي، مفيش مشكلة خالص. كده العجينة بتاعتي مظبوطة معايا. هسيبها بقى تخمر لمدة ساعة. العجينة بتاعتي خمرت كويس جدا. هبدأ انزل برشة دقيق كده الاول، انزل بالعجينة بتاعتي ونبدأ نلمها. وهبدأ بقى افرد العجينة بتاعتي بسمك وسط، ولا ان هي رفيعة قوي ولا ان هي سميكة قوي، سمك وسط حلو قوي. العجينة سهلة معايا جدا في الفرد وخفيفة وما شاء الله حلوة قوي. انا بقى عندي شكل الوردة حلو قوي في تقطيع للدوناتس، بيبقى شكله حلو قوي. هبدأ احط الشكل بتاعي في الدقيق عشان وانا بقطع العجينة بتاعتي تتقطع مظبوط حلو قوي. هعمل نص الكمية بتاعتي بالشكل دوت. حلو قوي وبسيطة. ممكن طبعا اللي ما عندوش اي قطاعات او ما عندوش قطاعات الدوناتس مفيش مشكلة. عندي كوباية الفتحة بتاعتها متوسطة حلوة قوي، برضو هبدأ اقطع بيها بقية الكمية. سهلة قوي. انا بقى مجهزة ورق زبدة، هبدأ احط الدوناتس بتاعي على ورق الزبدة، بحيث وانا بعد ما يختمر وانا بشيله يبقى سهل جدا، وانا بنزله في الزيت هيبقى سهل جدا، ومجرد ما انا ما احطها في الزيت ورق الزبدة هيبدأ يخرج منها. عندي بقى بقية العجينة لميتها، وهنبدأ نفردها تاني بنفس الشكل واقطعها بنفس الشكل. هبدأ بقى اعمل الكمية بتاعتي، وما شاء الله كوبايتين دي خرجوا كمية كويسة جدا. هسيب العجينة بتاعتي تختمر تاني لمدة تقريبا نص ساعة، تبدأ حجمها يتضاعف وتبدأ تعلى معايا. عندي بقى الزيت بتاعي انا مسخناه على درجة حرارة متوسطة. اول ما هبدأ انزل بالدوناتس هوطي درجة الحرارة خالص، بحيث ان الدوناتس ياخد التسوية المظبوطة بتاعته ويستوي حلو قوي وياخد لون حلو قوي. في نفس الوقت الدوناتس من الحاجات اللي تتقلي، محتاجة ان هي تتقلي في درجة حرارة هادية خالص. بصوا لونه ما شاء الله حلو قوي. هبدأ بقى اعمل الكمية بتاعتي كده كلها بنفس الطريقة. اهم حاجة طبعا ابقى واخدة بالي طبعا من درجة الحرارة بتاعتي، لان درجة الحرارة مهمة جدا في تسوية الدوناتس. بصوا ما شاء الله لونه حلو قوي، ما بياخدش وقت خالص على النار. انا كوبايتين الدقيق ما شاء الله عملوا كمية حلوة جدا معايا. انا بقى محضرة تقريبا حوالي نص كوباية سكر. ممكن نضيف على كوباية السكر نضيف معلقة قرفة، مفيش مشكلة. انا كنت استكفيت ان انا بس السكر بالسكر. هبدأ اعمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده. انا بقى مجهزة الحشوة بتاعتها. عندي صوص لوتس، وعندي صوص فراولة، ممكن طبعا نوتيلا، اي حاجة انتوا بتفضلوها مفيش مشكلة. عندي بقى بظهر المعلقة بتاعتي كده هبدأ افتحها، ونبدأ بقى نضيف الحشو اللي احنا بنحبه. عايزة اقول لكم ما شاء الله حلوة قوي قوي وطعمها فظيع. العجينة بتاعتها حلوة قوي. بصوا حلوة قوي. يا رب طبعا تكون الوصفة عجبتكم. مستنية رأيكم، مستنية كومنتاتكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير حلوة.